هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا بنات هذا الفيديو اول يوم العيد. مثل ما تعرفون اني كل عيد نروح اني واثير ويوسف الشيخ عبد القادر نصلي صلاة العيد وبعدين نرجع. فهنا ورا ما صارت تقريبا الساعة 5 الصبح، فرجعنا للبيت وغسلت ورجعت لبست هيك عندي فستاني بارد على مود نريد نروح نجيب جيمر لان كان قريب يمنا ماكو بعدهم منفتحين. فرحنا انا وكر جبنا ريوق مال العيد، وبصراحة دورت على كاهي كنت مشتهية كاهي بس ما لقيت، فجبنا بس الجيمر طقت يا بيض عيون وزيتون وتريقنا. فشنو بنات هنا ورا الريوق انا اقول لكم نمنا نومة عميقة لانه كنا اصلا احنا قبل بيوم ما نايمين. تعرفون كنت اكمل باقي التنظيفات وهاي الامور وهاي، فظلينا سهرانين وما نمت لحد ما رحنا صلينا وكملنا صلاة العيد ورجعنا ونمنا. عاد قعدت تقريبا هنا الساعة 6 العصر. عاد اول ما قعدت سويت من احمر واثير قال راح اروح اشوي سمكة. فالتمن الاحمر يعجبني يستوي على راحته، ما احب اطبخه بسرعه، فطبخته قبل لا اصلا يحط السمكه على النار على مود قلت يتهدر على راحته، وفعلا تهدر على راحته وصار يجنن، وبنفس الوقت نثره ما خليته يعجن وش اسمه. ونصيت النار عليه لحد ما استوى على راحته، وبعدين هنا اجت السمكه الحلوه وكان طعمها كلش طيب. سهمكم الف عافيه. هنا تغدينا ورا ما خلصنا غدا شلت المواعين غسلتهم، بخرت البيت بصراحة على مود ريحة الزفر ما تبقى بالبيت. وهنا اجيت سويت تنظيف قدم انا واثر لانه قبل بيوم ما لحقنا نسويه، فسويت تنظيف قدم وبعدها بدلت صبغ الاظافر مال ايدي، كنت مصبغته وردي هيك وردي على فسفوري، غيرته سويته بنفسجي حتى هيك يكون ويا اظافير رجلي مرتب. فهنا وراها الثاني يوم صادف يوم السبت، قعدت همين تريقنا وبدلنا ولبست يوسف الدشداشة، وهنا أنا همين بدلت. وأحب هسه يلا أعايدكم بما أنه لبست ملابس مال العيد، فأقول لكم كل عام وانتم بخير. أدري متأخرة بس هسه يلا قدرت أعايدكم. يا رب كل سنة وانتم سالمين، وربي يحقق كل أمانيكم ويحفظكم ويخليكم ويحفظ كل أحبابكم، ويا رب يصير أي شي تتمنوه ويصير لكم كل شي حلو. هنا بنات احنا متوجهين البيت أهلي على مود نروح نعايدهم. واحنا بصراحة بنات قلت لكم احنا بالعيد ما نطلع لأن تعرفون الشوارع ببغداد مو ما طلع بالعيد أبد، لأنه ازدحامات مين ما تروحون ازدحامات. فبصراحة احنا ما نطلع بالعيد، تصدف كلش هواي انه احنا نطلع بالعيد. يمكن طلعت قبل سنتين
يوم واحد والله طلعت بالعيد وتوبت بعد ما اطلع. يعني على قد بس اروح البيت اهلي، اروح البيت عيالي بس، يعني ما اروح لغير مكان بصراحة، يعني بايام الاعياد بصورة عامة بس هذول المكانين نروح لهم. فشنو بنات، هنا انا بالطريق دا اصور لكم بنات اني يجيني شعور كلش حلو من اطب بالمنطقة بيت اهلي القديمة. بيت اهلي يعني كنا قاعدين بمنطقة وبعدين شالوا، يعني تقريبا قبل 5 سنوات هما من شالوا. فلحد الان من افوت من منطقة الغدير هيك يجيني شعور كلش حلو، اظل بس طافنة على الشوارع وافوت من يم المدرسة مالتي، هيك يجيني شعور كلش حلو. فاني هاي المنطقة يعني كلش احبها، يعني اني اصلا والدة بيها وكبرت بيها ودرست بيها، فعد هيك معزة خاصة بقلبي هاي المنطقة. فاني شنو صورت من دا صور اليوتيوب، قلت خلي اصور على مود هيك حفظ. هنا أنا وصلنا لبيت اهلي يعني طبينا دنعايدهم. كتمت الصوت اني ما اعرف ليش بنات احاول انه اصور بدون تسجيل، بس اني اقول لكم شي صار مرات من اجي امنتج شو اسمه، يعني من اجي امنتج القي الصوت ماكو صوت، ما اعرف شلونه يعني ما واضح، فما اسوي او واصية على السماعات ولحد الان ما واصلتني. المهم هنا انا ورا ما طبيت شربنا العصير وطبيت قبل المطبخ دا اشوف ماما شنو محضره غدا. فهنا أنا ماما كانت شو محضرت لنا غدا، مسويه تشريب مال دجاج، ويعني تشريب الدجاج يجنن. هسه بعدين اشوفكم. وبعدين هنا لقيت اختي رهوفه، طبعا بنات اختي رهف هي اخر العنقود، اختي الصغيره هسه هي نجحت لل5 ابتدائي. لان انتو دائما تسألوني احنا كم اخت بنات، اني عندي 4 خوات وما عندنا اخو، يعني احنا بس بنات، وهاي اختي الصغيرونه رهوفه، فهالمره صورت لكم اياها. بعدين هنا انا يعني ورا ما قعدنا وسولفنا وهيك، فماما قالت يلا راح ابلش اصب غدا. احنا اصلا كنا يعني ما متغدين، قعدنا ثاني يوم مباشره. انا بصراحه بس تريقنا وقمنا بدلنا وهيجي ورحنا البيت اهلي، يعني تقريبا وصلنا بيت اهلي الساعه 4، يعني انتظرنا هيجي ساعه وتغدينا. هذا تمن الابيض، هاي نابكن وقعت الكاميرا. وقعت الكاميرا من ايدي. طبعا بنات اريد منكم لايك واشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. يلا بسرعة هسه، يلا وقفوا الفيديو، روحوا حطوني لايك وعلقوا، يعني اكو مرات هواية يباعون الفيديو ينسون. انا واحدة من الناس مرات انهي الفيديو انسى انطي لايك. فانتوا شو تسوون؟ وقفوا الفيديو وانطوا لايك. ها طبعا اذا الفيديو عجبكم، بس اذا الفيديو ما عجبكم عادي تقدرون يعني تتخطوا ما تحطون لايك. هنا أنا ماما سوت الثريد وبيه حمص مجروش. يعني الدجاج، مركة الدجاج او تشريب الدجاج اذا ما القي بيه حمص مجروش ابد ما اكله ابد، ما اعرف ما احبه. يعني مرات ماما من تسويه فالقيها ما حاطه حمص مجروش، تقولي لا انا اريد طعم الدجاج انه ما اريد احط بيه مثلا حمص او لبلبي او فد شي، ما اكله ابد، ما احطه بحلقي. منو هيك نفسي. لان انا كلش هيك ارغب ليش احب طعمه، يعني الحمص بالمرق او بالتشريب كلش احب طعمه. هنا عندنا الفلفل، ماما كلش تحب هذا الفلفل، يعني تجيبه وتسلقه بالخل كلش طيب، يعني يعتبر مثل شلون الطرشي مع مقبلات. هنا بعدين اخذت لقطة البابا والأث. وهنا انا بنات بعدين جتي اختي وجهالها، وماما سوت لنا شاي وكليتشة وبعدين بيبسي وحلويات، وكان يوم كلش طويل وكلش حلو صدق، كلش تونسنا. وهذا كان اجواء اول يوم العيد ببيتي وبيت اهلي. اتمنى يكون عجبكم، لا تنسوني اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. احبكم كلش هواية. هنا بنات دا اكل كليتشة، ماما طبعا حمتها والله عبالك هستها طالعة من الفرن هالقد ما هيجي البيت تعبى كل ريحة دهن حور وريحة كلش طيبة. فهنا بنات يلا ها هي خلص الفيديو، مع ألف سلامة، باي باي، أحبكم كل هواية.